فيلم الست. هل فيلم الست فعلا فيلم جسد شخصية أم كلثوم بكل جوانب حياتها، ولا ركز على جانب واحد معين بس؟ وايه رأيكم في الفيلم لو كنتوا شفتوه؟ عايز اعرف تعليقاتكم. عايزين نعرف الفيلم تطرق لحياة أم كلثوم والفنانين اللي حواليها بما فيهم عبد الحليم وصباح وكل المطربين وقت وجود أم كلثوم، ولا لا؟ ده اللي النهارده هقوله لكم عن فيلم الست اللي انا شفته، وهقول لكم رأيي فيه بمنتهى الصراحة. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله وصلي على رسول الله. معاكم أمل في عز الناس، ويلا بينا على الفيديو. الفيلم طبعا نزل وعمل ضجة كبيرة قوي. وهل فعلا فيلم أم كلثوم ده ينفع يجسد شخصية أم كلثوم كاملة في كام ساعة في السينما، ولا المسلسل كان أفضل؟ ما ينفعش أقارن فيلم مدته قصيرة بمسلسل 30 حلقة أو أكتر، لأن ده هيبقى فيه ظلم طبعا للفيلم. ولكن أنا شدني ولفت انتباهي برضو إن إزاي منى زكي هتعمل شخصية أم كلثوم، لأن أم كلثوم يعني شكلا وموضوعا بعيدة جدا عن منى زكي، ولا صوتها ولا طريقتها ولا كلامها. فكنت بصراحة يعني متشوقة جدا اني اشوف الفيلم، وشفت الفيلم. وانا بقى هكلمكم بوجهة نظر المشاهد، مش بقى وجهة نظر الناقد، ولا اللي بيبص على الاضاءة من الناحية دي فحلوة، ولا الاخراج كان هنا. لا لا لا، انا عايزة رأي مشاهد عادي، مشاهد متفرج عادي، جمهور من عامة الشعب خالص بيتفرج على الفيلم. فرأيي كجمهور بيتفرج على الفيلم عادي، الفيلم اوله كان فيه ملل شويه، لانه يعني خد وقت طويل شويه في قصه حياتها وهي صغيره مع والدها. شويه كان فيه يعني ملل. ولما كان بيجي الفيلم منه لقطات كده من ام كلثوم الحقيقيه، ببقى عايزه كده الفيلم ما يروحش للفيلم، لا، كنت عايزه اللقطات دي تفضل. فاصبح كده الفيلم قريب من الفيلم الوثائقي شويه، لان هو مستعين بام كلثوم في صوت، ومستعين بيها في شكل، وساعات لقطات كده من لقاءات ام كلثوم الحقيقيه. فكان ده بيخلي طابع انه يا ريت طول شويه. انا كمشاهده يعني اقول يا ريت طول شويه في اللقطه دي، انا عايزه اسمع ام كلثوم فعلا وهي بتتكلم. منى زكي ما اقدرش اقول حاجه عن ادائها، لانها بذلت مجهود كبير جدا لانها توصل لنا شخصيه ام كلثوم. في لقطات كتيره جدا كانت باينه انها ام كلثوم، نظراتها، كلامها. ولكن انا باخذ عليها برضو ان هي كانت بتبالغ شويه في صوتها. انت راجل قليل الادب. تتكلم مع الموسيقيين في مشهد من المشاهد تخنت صوتها بما فيه ان هو مش طبيعي في لقطات معينه، وفي لقطات تانية بالعكس كانت باينه جدا انها فعلا ام كلثوم. وشموخها على المسرح كان حلو قوي، وطريقه ادائها كانت لذيذه وحلوه. ولكن في لقطات كانت بتفلت منها شويه. وكنت داخله الفيلم بقى وانا كنت فاكره ان انا هتفرج بقى على ام كلثوم متدرجه حياتها مقتطفات وملمه بكل حياتها. لكن لا، هم تطرقوا لجانب صغير من حياتها، ان هي ازاي صعدت وبقت ام كلثوم. مش ما مروش مرورا بالمطربين الموجودين، بالممثلين، مثلا قصتها مع عبد الحليم الشهيره، مثلا اسمهان، كان في منيره المهديه، كان في ناس كتير قوي وقت ظهور ام كلثوم عشان تظهر. هم ما تطرقوش خالص للشخصيات. كانت الفيلم بيتكلم عن ام كلثوم ازاي صعدت وبقت ام كلثوم، ولكن عدوا كده على حياتها بس الفنيه ليها لوحدها، مش مع حد خالص. في ناس قالت ان ام كلثوم يعني الفيلم اظهر ام كلثوم بشخصيه حلوه، وفي ناس قالت لا، ما اظهرش ام كلثوم بشخصيه حلوه. انا بالنسبه لي في لقطات لام كلثوم او في قصه حياتها او في مسيرتها كانت حلوه، ولكن انا خدت منها جانب ان هي ست قلبها جامد شويه. كان كل اللي حبها واظهر لها حبه واعترف لها بحبه، هي ما اهتمتش بده كله في سبيل الفن. هي حبت الغنى بس. وقالت لرامي في الفيلم كده، وهو في الحقيقه انا اعرف ان هو كان بيحبها، قالت له لو اتجوزنا مش هتعرف تبدع. يعني هي ضحت بان تتجوز واحد بيحبها، وممكن تكون هي كمان حبته، في سبيل ان هو يكتب لها اغاني حلوه. أنا أول مرة أسمع قصيدة ليا بالحلاوة دي. انت احمد رامي؟ فده منتهى يعني القوه، منتهى القسوه في رايي. في لقطات برضو اظهرها ان هي اما كبرت، في لقطات بتبينها ان هي متكبره شويه. لما جه اخوها وسلمتش عليه وعايزه تاخد الفلوس وخلاص، بينوها برضو ان هي ماديه. في دي لقطات برضو يعني في ناس اعتبرتها انها اساءه لام كلثوم. طب هي لو كانت حقيقيه يبقى هي مش اساءه ولا حاجه، هي ليها وجهه نظر في معاملتها دي. ليها ام كلثوم لما كنت بقعد اسمع حكايات عنها ان هي كان ليها مواقف انسانيه كتير قوي مع اعضاء الفرقه المسيحيه، بس هم ما تطرقوش لحاجه من دي. بالعكس، هم تطرقوا لما هي زعقت لموسيقار من الموسيقيين واتنرفزت عليه.
دي جابوها في لقطه في الفيلم. ولكن الفيلم نهايته كانت حلوه، يعني نهايته كده يعني نهايته كان فيها تعاطف كبير مع ام كلثوم، وحسينا انها قد ايه ست طيبه برضو، وقد ايه هي ساعدت، وقد ايه كانت بتحب مصر، وساهمت كتير في المجهود الحربي، وكانت مع انها كانت مريضه، بس ما كانتش بتحب تذيع او تتكلم عن مرضها كتير. واتجوزت في الاخر بقى، في اخر العمر، يمكن كان عندها 50 سنه وقت ما اتجوزت الدكتور المعالج ليها. والنهايه بتاعتها كده تقشعر الجسم لما اتوفت، ومشهد الجنازه وكده كان برضو لحد ما في تعاطف، وقعدنا ندعي لها ونقول ربنا يرحمها، ما عندهاش اولاد، وربنا يجعلنا سبب في ان احنا ندعي لها. ولكن الفيلم ما لمش بكل حاجه، لا، هو تطرق لجانب معين واتكلم فيه. واتمنى ان انتوا تشوفوه وتقولوا لي برضو انتوا رايكم كمشاهدين ايه. بغض النظر بقى احنا مش ناقدين ولا هنقول موسيقى التصويريه كانت حلوه هنا ولا. هو كان الفيلم مصاحبه صوت ام كلثوم، ودي كانت حاجه جميله جدا، كان صوتها الاصلي، فكان الفيلم برضو ليه طابع حلو قوي بصوت ام كلثوم بصراحه. ولكنه ما تركش كل الاغاني، جاب لقطات من اغاني يعدي يمر مرور الكرام بكام اغنيه كده من اغانيها القويه، لكن هو لا، كان يعني مركز على اغاني معينه. فهو في مجمل الفيلم يعني الى حد ما يعتبر فيلم جيد لأم كلثوم. ممكن يكون كان هيبقى افضل من كده، ولكن زي ما قلت منى زكي بذلت مجهود كبير انها تطلع الشخصيه كده وقريبه من ام كلثوم. فاتمنى تشوفوا الفيلم وتقولوا في التعليقات إيه رايكم فيه، واتمنى يتعمل فيلم لعبد الحليم يكون قوي قوي قوي. لان فيلم حليم ما كانش قوي وما كانش حلو، فاحنا عايزين فيلم يليق بيه، او بلاش خالص. احنا عارفين قصته وعارفين حكايته منه لما كان بيحكيها في الراديو في قصة حياتي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكبر قناة اعز الناس يا اعز الناس. شكرا جدا على المتابعة.